السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنشارك معكم تسلو، الطريقة الصحيحة ديال تخلط التسلو. عندنا 3 تاع الزليف تاع اللوز مهرمش ما مطحونش مزيان منيل، 2 زليفات ديال الجنجلان مطحون ولكن كنخليو واحد الكاس تاع جنجلان صاين، يعني ما مطحونش، كنخليو حب كنزيدوه مع المكونات. كيكونوا هادو هما المقادير اللي عندنا، هادو المقادير الاساسيين. عاده كنزيدوا عليهم كيلو تاع الطحين محمر في الفران، كتبقاو تحركوه مره ومني كيتحمر بحال هكا كياخذ اللوين الذهبي كندوزوه في الصفايه ولا في الغربال، كنحيدوا منه هادوك الكريكيبات او الكرات تاع الدقيق اللي باقيين بيضين، وكنعاود نحمرو شويه في الكوكوط من الاحسن باش كيعطيكم هذاك اللوين زوين وكيجي تبارك الله بنين. كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه وغتشكروني عليها ان شاء الله. كنبقاو نحركو باستمرار وحاطه الكوكوط على نار متوسطه، ما تكونش النار مجهده بزاف لانه دغيا كيتحرق، حيت سبق لينا حمرناه في الفران. يعني كناخذوا غير داك اللوين الذهبي اللي خاصنا، والدقيق اللي كان اصلا باقي يعني مكور دوزناه في الصفايه اولا في الغربال. هذاك الدقيق باقي ما طابش، هو اللي كنزيدو كنحمروه صافي. مع التحريك المستمر كنحصلوا على لوين ذهبي، واحد 10 تاع الدقائق صافي، وكنحيدوه من على النار. كنضيفوا ليه واحد الكاس عامر ديال النافع مطحون، وكنخلطوا النواشف مع بعضياتهم، المكونات الناشفه كلهم كنخلطوهم مع بعضياتهم مزيان. كيف كتلاحظوا كيتجانسوا لي المكونات. عاده نضيف لهم الا بغيت السكر كلاصي او العسل حسب الرغبه، كيبقى نتوما عندكم الاختيار شنو غتبغيو تحليو به. والحاجه الوحيده اللي كيبغي يسلو هي انك تمعكيه مزيان ملي كيتكملوا، يعني كنخلطوا جميع المكونات كيبغي يتمعك مزيان، كتمعكيه بحال كدير العجينه، يعني كتدخلي المكونات في بعضياتهم مزيان مع زيت الزيتون. عندي هنايا 2 معالق كبار تاع القرفه مطحونه ومغربله باش ما يكونوش عندي فيها شي حبيبات غلاط. كنضيف 3 المعالق ديال العسل الحر او السكر كلاصي اللي بغيتو نتوما، من الاحسن العسل كيجي صحي. عندي 2 كيسان تاع زيت الزيتون او زيت بلديه، وكنخلط المكونات مزيان. كيف كتلاحظوا كيتمعك مزيان، كيبغي يتخلط باليد مزيان 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 حتى كتلاحظوا هكا بدا كيتكور لكم، صافي كتعرفوا راه هذا هو القياس تاعو. كيف كتعرفوا سلو من الوصفات المغربيه الضروريه في رمضان، كنحطوه في رمضان، كنديروه للمراه اللي يلاه ولدات نافسه في السبوع، كنديروه في العراسات، كيستخدموه المغاربه في بزاف ديال المناسبات. وكتكون هذه الوصفه تاعنا اليوم، هذا هو سلو منزلي ناجح 100%. كنتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي رايكم في التعاليق، وبالصحه والراحه.